الرجولة والكرم والشهامة والجدعنة صفات مرتبطة بأهل الصعيد ورجالته واللي أثبتوا لنا ده على مر العصور ولحد وقتنا الحالي. اتجسدت شخصية الصعايدة في مسلسلات كتير، منها الواقعي ومنها الخيالي أو الخليط بين الواقع والخيال. وفي السنين الأخيرة اتشهر مسلسل قدم بطولته يحيى الفخراني باسم شيخ العرب همام. شيخ العرب همام مش مجرد مسلسل، دي أحداث واقعية حصلت مع آخر حكام العرب في الصعيد اللي أنشأ الجمهورية في الصعيد، وكانت بمثابة دولة داخل الدولة وتلقب بسلطان الصعيد. يا ترى الخيانة كانت سبب في انهيار حكمه؟ ومين هم الهوارة اللي خرج من نسلهم؟ وهل كان يستحق منصب سلطان الصعيد؟ حلقتنا النهاردة عن سلطان وشيخ العرب همام. أهلا بيكو في حكاية أصلي. حكاية أصلي، الحكاية من أولها. سنة 1709 في محافظة قنا وتحديداً في قرية فرشوط اتولد همام ابن يوسف ابن أحمد ابن محمد ابن همام ابن أبو صبيح. اتولد همام في عيلة غنية أباً عن جد. أبوه الشيخ يوسف كان زعيم لقبائل الهوارة، وللي ما يعرفش قبائل الهوارة فهم من أصول أمازيغية، واتنقل منهم كتير لمصر تحديداً في البحيرة، وكان وقت انتقالهم في وجود الفاطميين في مصر. الهوارة بعد استقرارهم في مصر شربوا كل حاجة من المصريين وما بقتش تفرقهم عن أي مصري أصيل. ولما وصلوا جرجا واللي كانت متدمرة قدروا يعمروها من جديد واستقروا فيها. كانوا مهرة جدا في مجالات كتير وعندهم علم ومعرفة، وبقوا من كبار الملاك في الزراعة، خصوصا زراعة قصب السكر في الوجه الإبلي، الشيء اللي عمل لهم مشاكل كبيرة مع المماليك بجانب تهربهم من دفع الضرايب. وده ببساطة لأنهم كانوا بيشوفوا المماليك مجرد عبيد وبيتعاملوا معاهم على الأساس ده، ومع ذلك علاقتهم كانت كويسة جدا مع باقي الشعب خاصة فلاحين مصر. الهوارة كانوا أهل كرم وبيكنوا كل الاحترام والتبجيل للعلماء، وأي عالم أزهري أو غيره ينزل الصعيد كان لازم يستقبلوه عندهم أحسن استقبال. زادت سيطرتهم جدا لدرجة إن هم بقوا القبيلة صاحبة النفوذ الأكبر في الوقت ده، ورئيس القبيلة خد لقب الأمير، وسيطروا على حكم الصعيد لحد سنة 1575. كان ليهم فروع كتير في قرى الصعيد، ومنها قنا اللي جه من نسلهم همام. همام كان الابن الكبير للشيخ يوسف واللي هيورث مكانته من بعده. همام كان ذكي جدا وطموح في شغله وحياته كلها، ده غير قوته في الحق وشدته اللي بيستغلها في مكانها الصحيح. أخلاقه وتعاملاته وطدت العلاقة بينه وبين الفلاحين وبقى قريب منهم، وده كان في صالحه. لما تولى الزعامة بعد وفاة أبوه حس الشيخ همام بالمسؤولية في منصبه الجديد، وشاف إنه لازم يشرف على رعيته بنفسه. كان بيسمع شكواهم ويحل مشاكلهم ويفض نزاعاتهم في بيته، وبيشوف احتياجاتهم ويتابع كل الأعمال بنفسه. اتعرف بين الناس بالعدل، كان بيقعد كل يوم بعد صلاة الصبح يفض المنازعات، وعمل مجلس عرب حاجة كده شبه المحكمة، وكان معين كاتب نصراني اسمه بولس كان بيدون ويكتب كل الأحكام اللي بتصدر بين المتنازعين. عمل نظام إداري دقيق جدا، وأنشأ ديوان ضم فيه عدد ضخم من الكتبة ومعظمهم من المسيحيين، والكل كان بيشتغل ليل نهار عشان يقدروا ينجزوا كم المهام اللي عليهم. اتعرف عنه الكرم والجود، كل اللي كان يدخل بيت شيخ العرب همام كان يطلع وهو محمل بالخير، زي السكر والغلة والتمر والسمنة والعسل. انتشر حكم شيخ العرب همام في الصعيد كلها وسيطر على كل أراضي المماليك في الصعيد. ومش بس كده، ده كمان فرض سيطرته على النواحي الزراعية والاقتصادية وأفراد الجيش كمان، وأهل الصعيد كانوا بيحترموه ويحبوه جدا بسبب اللي شافوه منه من معاملة طيبة ورعاية كاملة ليهم. قدر الشيخ همام إنه يعمل نظام أمني على أعلى مستوى، وكان بيأمن قوافل الحجيج وبيمهد لهم الطريق وعين لهم حراس مسؤولين عن حمايتهم. الشيخ همام انتشل الصعيد من الظلم وقهر الإدارة ومتاعب السلب والنهب والتهديد من أمراء المماليك. اهتم الشيخ همام بالعلماء اهتمام كبير وقربهم منه، وكان بيستقبلهم أحسن استقبال ويغدق عليهم بالهدايا. وأشهر اللي زاروه الشيخ مرتضى الحسيني الزبيدي والشيخ محمد سالم الحفناوي، وعاش على أرضه الشيخ علي بن صالح الشاوري الملكي مفتي فرشوط، واللي كان الشيخ همام بيحبه جدا وبيقبل وسطه في أي أمر بدون تردد أو تفكير.
وجود العلماء والمشايخ حواليه ثبت عنده النزعة الدينية، فكان مقيم لكل الصلوات في وقتها، وعمل وقفة على مساجد كتير في الصعيد، وعمل إصلاحات في مساجد تانية زي جامع عبد الرحمن القنائي، بالإضافة أنه بنى مسجد خاص سماه باسمه موجود لحد الآن في الجانب الشرقي من فرشوط، واتكتبت قصيدة نهج البردة على جدران المسجد. شيخ العرب همام مش بس ورث الزعامة والكرم من أبوه قبيلة الهوارة ككل، كمان ورث الموقف المتمرد والرافض للمماليك. ولما كسب حب الناس وسيطر على مساحات واسعة من الأراضي، فكر في حماية ملكه وشعبه من خطر المماليك وأي غدر محتمل منهم، وعشان كده جهز جيش كبير يقال إنه وصل 35,000 جندي. كان في عداوة قديمة وحقد دفين من علي بيك ناحية الشيخ همام، وده بسبب اللي حصل بين الشيخ همام وإبراهيم جويش اللي كان المعلم والمربي لعلي بيك الكبير، وكمان هو واحد من أمراء المماليك. اللي حصل رواه لنا المؤرخ الكبير الجبرتي كان عبارة عن رهن لقرية برديس عمله الشيخ همام وإبراهيم جويش مقابل مبلغ اتفقوا عليه، وكان الشرط الأساسي في الرهن ده إن جويش لا يحق ليه التصرف في قرية برديس حتى لو الشيخ همام ما سددش المبلغ أو اتأخر فيه. وواضح إن نية شيخ العرب كانت مبيتة إنه يحرم جويش من القرية، وده فعلا ظهر لما ما سددش المبلغ، وحاول معاه جويش لأكثر من مرة بس بدون نتيجة. اضطر جويش إنه يحكم عثمان بيك بينهم. عثمان كان مقرب للهوارة من سنين، ولما عرف الشرط اللي كان في الاتفاق شاف إن الشيخ همام مغلطش في حاجة، وده شرط متفق عليه، الشيء اللي خلى جويش يقف قصاده موقف الخصومة، وفضل وراه لحد ما خرجه بره مصر. ومع ذلك ما قدرش جويش ياخد برديس من الشيخ همام، وعشان كده علي بيك كان بيضمر الشر لهمام، وكان منتظر بفارغ الصبر اليوم اللي هيمسك فيه الحكم عشان ينتقم منه. بعد موت إبراهيم جويش في سنة 1736 وفترة حكم علي بيك الكبير، نشب نزاع بينه وبين شيخ العرب همام. علي بيك كان عاوز ينفرد بمنصب المشيخة ويتخلص من كل المنافسين، اللي كان منهم واحد اسمه صالح بيك القاسمي اللي كانت بتجمعه علاقة صداقة قوية جدا بشيخ العرب همام. ولما جه الأمر من علي بيك بنفي صالح بيك، قدر صالح بيك يهرب ويروح لمقر صديقه شيخ العرب همام اللي كان مدرك لنوايا علي بيك، ولذلك اهتم بصديقه وساعده في أزمته، وزوده بالمؤن والذخيرة والجنود اللي بيهم يقدر يقاوم الحملة اللي شنها علي بيك عليه بقيادة حسين بيك كشك. بالإضافة أن شيخ العرب قطع الاتصال بين الصعيد والقاهرة ومنع إرسال الغلة والأموال ليهم. الشيخ همام كان فاهم اللعبة ماشية إزاي، ونبه صالح بيك أن الحملة اللي بعتها علي بيك وأسند قيادتها لحسين بيك هدفها بث الخصومة بينهم عشان يخلصوا على بعض وينفرد هو بمنصب شيخ البلد ويبقى زعيم على كل المماليك. اقتنع صالح بيك بالكلام ده وقدر يسوي الخلاف مع حسين بيك. حاول علي بيك يدخل في مفاوضات مع شيخ العرب همام، وطلب منه ومن صالح بيك إن هم يسيبوا له منصب المشيخة، ووعدهم بحكم الصعيد مدى الحياة. والصعيد في الوقت ده أصلا كانت تحت قبضة الشيخ همام، يعني المفاوضات دي كانت بلا قيمة عنده. ورغم ده كله إلا إن الشيخ همام كان بيفضل المصلحة العليا، وشاف إن ده ممكن يبقى في صالحه هو وصالح بيك والصعيد عموما، وتشاور مع صالح بيك وقرروا يساعدوا علي بيك إنه ياخد منصب المشيخة. وأول ما تمكن من المنصب كانوا هم أول الضحايا، وتكون دي بداية النهاية لشيخ العرب همام. قدر علي بيك يتخلص من صالح بيك ويقتله. عمل كل المحاولات عشان يبقى له مكانة وشأن عند الولي العثماني، وفضل يتخلص ويقضي على كل قبائل العرب في منطقة الوجه البحري. كده ما فاضلش غير مين؟ بالظبط كده، جه الوقت اللي ينتقم فيه علي بيك من شيخ العرب همام. فقام علي بيك مجهز حملة وأسند قيادتها لمحمد بيك أبو الدهب. كان مفادها إن بقعة سيطرة الشيخ همام في مناطق الصعيد هتكون محددة جدا من قنا لأسوان، بعد ما كان بيملك نص مساحة مصر. وأهم شرط إن قرية برديس تسقط من قبضة وسيطرة شيخ العرب. الشيخ همام كان ذكي وأدرك ضعف موقفه، لأن المنصب والسلطة وقتها كانوا لعلي بيك، بجانب جيشه وأسلحته ومعداته اللي ليها الغلبة بشكل كبير جدا على جيش الشيخ همام. اضطر الشيخ همام يهدي الأمور ويوافق على الشروط وينسحب لحد ما يلاقي حل للأزمة دي. وقبل ما يرجع محمد بيك أبو الدهب بحملته لعلي بيك، أهداه الشيخ همام قطعة أرض، وطلب منه يحاول مع علي بيك إنه يرجع عن قراره وترجع سيطرة الصعيد للشيخ همام من جديد. وبالفعل حاول محمد بيك أبو الدهب يقنع علي بيك بطلب الشيخ همام، لكنه رفض بشدة، ورفض كمان إنه ينسحب من المنطقة اللي وعد الشيخ همام إنها تبقى ملكه.
يعني خد كل المناطق اللي كانت تحت حكم الشيخ همام وبقت تحت سيطرته بوضع اليد. وقتها فهم الشيخ همام إن هو المستهدف، واحتمال كبير يبقى مصيره زي مصير صديقه صالح بيك. بعد فترة قليلة في مجموعة من المماليك هربوا على علي بيك وطلبوا اللجوء للشيخ همام، وزي ما تقولوا كده إن دي كانت الفرصة اللي بيستناها علي بيك من زمان قوي. فبعت للشيخ همام وطلب منه تسليم المماليك، وطبيعي إن الشيخ همام مش هيضحي بحد احتمى بيه، وبالفعل رفض تسليمهم وساعدهم وزودهم بالأسلحة اللي يواجهوا بيها علي بيك، وتحقق لعلي بيك اللي كان بيتمناه، وأعلن الحرب صراحة على الشيخ همام، وكان بيحلم باللحظة اللي هيقضي عليه للأبد. ابتدى الطرفين يجهزوا للحرب. جيش علي بيك الكبير بقيادة محمد بيك أبو الدهب، عدد كبير من الجنود مدربين على أعلى مستوى ومزودين بأفضل الأسلحة. وعلى الجانب التاني جيش شيخ العرب همام بقيادة الشيخ إسماعيل هوارة، اللي هو ابن عم الشيخ همام وزوج أخته، اللي كان بيثق فيه ثقة عمياء. وغالبا كده الثقة العمياء في أغلب الناس مهما كان قربهم بتبقى أول مسمار بيندق في نعش اللي وثق فيهم. وده اللي حصل لما محمد بيك أبو الدهب زرع الفتنة وحب المنصب في قلب الشيخ إسماعيل، وطلب منه يمهد له الطريق وما يتقدمش بالجيش، وهتكون مكافئته إنه يتزعم الصعيد وياخد منصب شيخ العرب بدل الشيخ همام. وانقلب السحر على الساحر بعد ما انسحب الشيخ إسماعيل بجيشه والجو خيلة لمحمد بيك أبو الدهب وجنوده. أول حاجة عملوها إن هم خلصوا على الشيخ إسماعيل وقتلوه عشان يتكتب الموت للشيخ همام بالحزن والقهر من خيانة أقرب وأعز الناس ليه، وكان أهون عليه يموت بكل أسلحة علي بيك وجنوده ولا إنه يموت بخيانة حد من عشيرته وواحد بتجمعه بيه صلة الرحم والعشرة الطيبة. خرج الشيخ همام حزين ومكسور من فرشوط، مشي هائم على وجهه لحد ما روحه فاضت لبارئها بالقرب من إسنا في مطلع نوفمبر سنة 1769، وكان عمره وقتها حوالي 60 سنة. وبعد موته قدر أبو الدهب يسيطر على فرشوط ونهب كل فلوسها وأموال الشيخ همام، واستولى على كل اللي كان في بيته وبيت قرايبه وأتباعه، وتعرض أهل الصعيد من بعده لمظالم كتير جدا واشتدت الضرايب عليهم. ورغم الظلم والمكر والخديعة لكن قدر علي بيك الكبير ينجح في تحقيق اللي كان بيسعى ليه من سنين، واستفرد بالحكم بنفسه ولنفسه. وبكده انتهت حياة الأسطورة التاريخية شيخ العرب همام، اللي قدر بأفعاله وقوته يسطر اسمه بحروف من نور في كتب التاريخ ويدخل قلوب كل اللي عصروه وكانوا تحت حكمه، وحتى كمان اللي سمعوا عنه بعد وفاته. وبس كده يا سيدي، في النهاية مستنين أراكم في التعليقات. كان معاكم تيم حكاية أصلي، استنونا في الحلقات الجاية.